وحشتوني 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 بجد. فيديو النهاردة يعني أنا جاية عشان أتكلم، عشان انتوا وحشتوني، وعشان محضرة حاجات عايزة نتكلم فيها مع بعض ونتناقش فيها مع بعض. نكمل الفيديو مع بعض ونعرف النهاردة هنتكلم عن ايه. أنا عايزة النهاردة أتكلم عن تجديد الطاقة في البيت. احنا في حاجات كتيرة قوي بنعملها غلط، وبنبقى فاكرين ان دي مش بتأثر علينا بأي حاجة. على فكرة تجديد الطاقة في البيت ده حاجة مهمة جدا. يعني بدأنا نسمع في الفترة الأخيرة عن الطاقة والحاجات دي، بس أنا مش هتكلم فيها بشكل علمي أو بشكل يعني كده. لا، أنا عايزة أتكلم فيها بشكل فعلا حاجات احنا بنحسها، ولما هنغيرها هنحس فعلا فعلا بفرق فيها. يعني في بوينت كتيرة قوي احنا مش واخدين بالنا منها. اول حاجة ان احنا نخلي الطاقة تتجدد ونغير المود عامة في البيت ونحس بتغيير كبير. اول حاجة من الحاجات ان احنا كل واحدة كده تقوم تفتح الدولاب بتاعها، الدريسنج بتاعها، وتبدأ تشوف ايه الحاجات اللي مش بتلبسها. انت لما تشيلي الحاجات اللي انت مش بتلبسيها واللي انت واخده مكان كبير قوي في الدولاب عندك وان انت حطاها كده، الحاجات دي اصلا هتخلي طاقتك انت مش هتبقى كويسه. ليه بقى؟ قولي لي ليه مش هتخلي طاقتك كويسه؟ عشان انت هتبقي مثلا حاطه حاجات مش بتلبسيها، مش عشان مثلا كده، انت ممكن حاجات صغيره او ما بقتش مقاسك، فانت كل تفكيرك انك تستني لما هي تبقى مقاسك. فده مش هيديكي دفعه لقدام، بالعكس ده هيفضل مضايقك وضاغط على اعصابك، وان انت حاسه ان انت مش بتنجزي حاجه ومش بعمل حاجه. انا كده، انا مش عارفه اتصرف، انا مش بخس، انا ضعيفه، انا مش كويسه. كل ده مش في مصلحتك خالص. غير لما انت تبقي مرتاحه وزي ما اتكلمنا قبل كده وواثقه في نفسك وواثقه في الحاجات دي كلها، ده كلها هتبقى حاجات مريحاكي. هتبقي انت حاسه ان انت مرتاحه، ان انتي مش حاطه الحاجات اللي طول الوقت قدام عينيكي بتضايقك وبتضغط على اعصابك. دي حاجات كتيره كتيره قوي هتفرق معاكي جدا. يبقى احنا البوينت الاولانيه هنتخلص من الهدوم اللي مش مقاسنا واللي احنا مش بنلبسها واللي احنا مش محتاجينها. اعتبريها ان انت برضو ده زي تبرع ليكي، حاجة بتاخدي عليها ثواب، حاجة يعني هتكسبي فيها. حاجات لو في حاجات فعلا كويسة وانت عندك الفرصة انك تبيعيها، اعملي كده وبيعيها. مش عيب يعني ولا حرام. ده لو عندك وجزء تتبرعي بيه وجزء تبيعيه، هتحسي انك استفدتي من كل الجهات. وفي نفس الوقت هتبقي حاطه في الدولاب بتاعك الحاجات اللي بتريحك، الحاجات اللي انت لما تلبسيها تبقي مرتاحه وواثقه في نفسك فيها، وتحسي ان انت مش مأزمه نفسك، وتحسي كده ان انت قدامك وانت بتفتحي الدولاب بتاعك قدامك الحاجات اللي انت بتحبيها ومرتاحه فيها. بصي، تخيلي كده معايا، والله في التخيل ده بس هتحسي انك مرتاحة. تخيلي بس ان انت كده بتفتحي وتلاقي الحاجات اللي انت بتحبيها قدامك. راحة نفسية، خلاص انت كده مرتاحة. في الناس اللي بتحب الاوفر سايز مثلا دلوقتي هي مرتاحة فيه كده. ده حاجة بتريح فعلا، بتحسي ان انت لابسة حاجة كده اوفر سايز ومرتاحة فيها. غير بقى ما انت تبقي حاطة حاجة عشان تضايقك بس ان تحسي بتأنيب الضمير. لا، انا مش بخس، انا مش كويسه، انا مش هعرف البس ده في يوم من الايام. لا، انا هحطه قدامي عشان يبقى مش هيبقى لك هدف، بالعكس ده هيأزمك اكتر وممكن يخلي نفسيتك متضايقه اكتر. في حاجات كتيره عشان تقدري تغيري من نفسك. دي حاجه من الحاجات اللي بتدينا فايبس مش كويسه، وتحطينا في توتر وتحطينا في ضغط عصبي، فبتخلي طاقه نفسك وطاقه البيت عندك والاوضه اللي انت فيها مش كويسه، بتبقي متضايقه كل ما بتفتحي الدولاب وتشوفي الحاجات بتاعتك دي قدامك. فكري معايا يعني واحنا بنتكلم كده، فكري وهتعرفي الكلام ده صح ولا لا. تاني حاجة، حاجات اتكسرت عندك في البيت فانتي اوريدي حاسة انك حطاها على جنب لحد ما تتصلح. هي اتكسرت ليه؟ بنحتفظ بالحاجات القديمة المكسورة ليه؟ بنضايق نفسنا بيها؟ يعني بنضايق نفسنا ولا بنضغط على نفسنا بيها ان احنا نعذب نفسنا ان احنا الحاجات دي اتكسرت؟ فلا دي كده خليها قدامنا. طب ما دي حاجة مش حلوة، دي حاجة مش حلوة خالص. ليه تعذبي نفسك بكل ده؟ لا، حاجة اتكسرت يا اما تترمى يا اما توديها على طول تتصلح. بس في حاجة بقى، لو هي قيمتها في ان انت لما تيجي تصلحيها 50% ازيد، يعني هي مثلا سي انت جايباها ب100 بس هتتصلح ب50، لا اشتري حاجة جديدة احسن. يبقى دي اوريدي خلاص تترمى، لا اشتري جديد.
لو هي قيمتها 50% من تمنها في التصليح، ده خلاص لا تترمى. ما تحطيش قدامك حاجات مكسورة، الحاجة اللي بايظة تتصلح في وقتها. ما نسيبش حاجة عايزة قدامنا كده وتلاقي نفسك بقى، هتلاقي نفسك بالسنين وهتبقى قدامك، وبرضه هتحسي انك محبطه ومش طايقه نفسك وعماله تقولي لا دي عايزه تتصلح، لا دي عايزه تتعمل، لا دي مش عارفه ايه. برضه ليه؟ احنا مش في بيوتنا الحاجات دي؟ ولا انا بتكلم كده؟ لا، الحاجات دي فعلا بتحصل في بيوت كتيره، فعلا مش حاجه من فراغ. في ناس كتيره شاطره، في ناس كتيره بيرفكت فعلا، بس احنا كلنا بقى نبقى زي بعض. مش حد فينا كده وحد فينا مش كده، كلنا بقى نبقى شاطرين وايه ننظم الدنيا عندنا. ما انا بقول اهو ان الحاجات دي بتفرق في طاقة البيت كله كله كله، هتفرق. مش مثلا دي، مش بنتكلم بقى في نظافة وحاجات من كده. بوينت التالتة، عد مع بعض بقى. البوينت التالتة، الجرايد والمجلات القديمة. ليه بنحتفظ؟ لو حد بيقولي بيستخدم جرايد في التنظيف، على فكرة هي مش وحشة قوي. انا ساعات لما كنت بتبقى متوفرة عندي الجرايد في التنظيف الازاز مش وحش، بس بصراحة بعد كده عرفت ان هي مش حاجة كويسة، والمادة اللي فيها ما بتبقاش كويسة. كده في حاجات دلوقتي المايكرو فايبر والحاجات دي احسن بكتير. بس ليه تحتفظي بالحاجات دي في البيت؟ اولا الحاجات دي بتلم غبار، دي حاجة ان احنا ما نعرفهاش، بتلم تراب وما بتبقاش كويسة. والحاجات دي لما بتبقى قديمة، الجرايد والكتب والحاجات دي القديمة كلها على فكرة بتعمل حشرات، وكلنا عارفين برضو الكلام ده. دي حاجة من الحاجات اللي احنا برضو لازم نتخلص منها. في بوينت بقى اللي بعد كده برضو، ان احنا اي ادوات تنظيف، اي ادويه خلاص الاكسباير بتاعها جه وعدى، برضو لازم كده. ليه؟ على فكره في ادوات التنظيف برضو لو هي عدى عليها اكسباير هي بتبوظ الدنيا اكتر. وبنفس برضه فكرة الأدوية، إن إحنا المفروض نعمل كده، نرتب الأدوية بتاعتنا اللي لسه فيها الإكسباير بس قرب، نرتبها بنظام إن إحنا نحطها كده قدام. دي إن إحنا على طول تبقى عينينا ونتابع، عشان ممكن في مرة لا قدر الله بالغلط هتلاقي انت اتأذيتي، أو لا قدر الله حد من البيت اتأذى. ليه نحط نفسنا في وضع زي ده؟ ليه ما نبقاش على طول إن إحنا واخدين بالنا من الحاجات دي؟ فاهمين قصدي؟ يعني انتوا فاهمين قصدي انا قصدي ايه؟ الحاجات دي كلها هتخلينا ان احنا ما نحطش نفسنا في وضع وحش، وفي نفس الوقت زي ما احنا بنقول ان هي برضو ليها ضرر صحي وضرر في حاجات كتيرة. فاحنا ليه برضو عارفين بقى تبقى كركبة برضو وقتها. يعني انت لو شوفي انت بتحتفظي بقى بالأدوية معينة فين، بتلاقيها بقى كركبة في كل كده مرة في الشهر، مرة في الشهر. بس لو رتبناها هنلاقي نفسنا ان احنا عارفين ان الحاجات اللي ورا دي اوريدي لسه بدري على الاكسباير بتاعها، فمش هنبقى يعني متوترين قوي، وهنبقى بندور في الحاجات ايه اللي قدام. الموضوع ده هيفرق معانا قوي ان احنا برضو نتخلص من الحاجات دي. في حاجة برضو الحاجات اللي هي الاكسسوارز اللي في البيت، يعني مثلا ايه، آه، حاجة كانت جاية لنا هدية، فازة جاية هدية، بونبونيرة جاية هدية، واحنا بقى ايه حاطين حاجات عشان هي موجودة وهدايا. الحاجات دي برضو على فكرة وحشة قوي قوي لما بتبقى كتيرة. كل ما تخلي الدنيا عندك هادية وسيمبل هتفرق معاكي وانتي بتنضفي، مش هتحسي انك عندك مجهود، مش هتحسي ان انتي الحاجات دي. فالحاجة اللي لما التراب هتقولي يا انا لسه بقى هعمل التراب ده كله، فهتحسي انك مش طايقة نفسك ولا قادرة للمجهود ده كله. فدي برضو حاجة وحشة قوي. ليه بنحتفظ بالحاجات دي؟ يعني ليه بجد بجد بنحتفظ بالحاجات دي؟ لا. في كده كان فترة انا فاكرة مثلا زمان، يعني مثلا برضو لما انا جيت مثلا اتجوزت وكده، فكانت كل تفكيري ان انا نفسي المطبخ يبقى كبير والرخام كبير بقى عشان اقدر بقى احط كل الحاجة عندي ومش عارفه ايه. ما حصلش كده قوي. يعني المسافة عندي كويسة مش وحشة، بس مش كبيرة زي ما انا كنت نفسي. وكنت بقى متضايقة، ده انا عايزة احط كل حاجات بقى واملى بقى واحط. بعد كده هي ما حصلش كده، فاتحطت الحاجات المعينة. مع الوقت بقيت اشيل من الحاجات واقلل الحاجة. ان انا فعلا حسيت الحاجات دي بتلاقي نفسك بتنضفي اكتر، انك عينيكي بتيجي كل شوية فبتلاقي مجهود عليكي. والحاجة ليه كل ما الحاجة دلوقتي احنا لو بصينا ان احسن الاماكن، احسن كل حاجة لما بتبقى الحاجة اللي عليها بسيطة. الترابيزة عليها حاجة واحدة، مش لازم نحط عليها حاجات كتيرة. ده ملهوش لازمة يتشال او يروح لحد يستفاد منه. بلاش مش هقول يترمى عشان حرام، في ناس فعلا ممكن تستفيد بالحاجة. بدل ما الحاجة ترمى نوديها لحد يستفاد منها.
انت برضو ست البيت الشطورة تدخل كده كل فترة المطبخ بتاعها، تشوف برضو من الحاجات على فكرة برضو اللي بتعمل كده فايبس وطاقة مش حلوة برضو في المطبخ، ان انت تحسي مطبخك مكركب وتحسي ان انت جايبة ادوات كتيرة وان هي اغلبها شبه بعضها. لا ليه؟ احنا نجيب من الحاجة اللي بنستفاد منها حاجة باظت نجيب غيرها. لكن بقى بتلاقي الدرج عندك وكل شويه تقولي لا انا عايزه منظمات. منظمات من ايه يا ست الكل؟ هو انت مش مشكلتك في المنظمات، مشكلتك انت جايبه حاجات زياده. انت لو جايبه الحاجه على القد والحاجه تكفي لاستخدامك مش هتحتاجي لمنظمات خالص، هيبقى الموضوع مقدور عليه. لكن المشكله فينا احنا اللي بنزود واحنا اللي بنكتر واحنا اللي بنبقى فاهمين الموضوع غلط. لا، احنا الحاجه تبقى على القد، الحاجه تبقى يا دوبك لاستخدامنا، اللي عينينا تبقى مرتاحه، ما نلوتش على نفسنا. الحاجات دي هتفرق معانا كتير قوي 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 بجد. فالبوينت دي كلها دي والله انا مش بقولها من فراغ ولا بقولها حاجه كده، دي بجد حاجات من اللي هي بتجدد طاقه البيت عندك وتخلي البيت عندك تحسي انك مرتاحه هاديه. ما تحسيش حتى في وقت لو انت عايزه مثلا تنضفي او تعملي تحسي ده انا عندي حاجات كتيره، اللي بنسميها بصراحه كده يعني مش هنضحك بنسميها ساعات كراكيب. بنقول عليها كراكيب. فتقول بقى يا ده انا عندي في كراكيب كتيره وفي حاجات كتيره و ده اسمه اكتناز بقى قهري. ده اكتناز قهري. نكتنز في حاجات مفيده، انا مش هقول لكم لا. نكتنز في ذهب يا ست الكل، نكتنز في فلوس نشيلها، لكن نكتنز في كراكيب لا، مش حلوه خالص، مش هتريحنا وهتلود علينا وتلم تراب وحشرات وتلم، واحنا نبقى حاسين ان البيت طول الوقت مكركب ومش طايقينه. ولو شفنا حد تاني بيته منظم وحلو نقول يا بخته، الله شقته حلوه والدنيا منظمه عنده. لا، هو العيب مش فيه، هو العيب مش في حاجه، العيب فينا احنا اللي مش عارفين نعمل الموضوع ده. الحاجات دي بجد بجد بتفرق قوي، ولو عملناها بجد هتحس براحه كده يعني. مش هفضل بقول لكم لا، يعني بجربها. فبحس ان انا لو ما بيجي وقت التنظيف او اي حاجه بحس الدنيا عندي مش صعبه. ليه؟ كل حاجه مكانها، الحاجه مش كتيره قوي الحاجه. ولما بتبقى كمان انت طول الوقت شغاله في الحاجه برضو بيفرق معانا. فالحاجات دي مفيش بقى تحسي بقى الناس اللي بتحط تحت السرير وكده وحاجات مش بنستخدمها، والله ما الناس مش بتستخدمها. شفنا ده في بيوت كتيرة، احنا مش هنضحك على بعض، شفنا ده في بيوت كتيرة. فيا رب نبقى استفدنا النهاردة بالفيديو، وتفرحوني بلايك وكومنت وسبسكرايب. سبسكرايب يا جماعة، السبسكرايب بيفرق جدا. بعرف ان انتوا كده يعني فعلا بتشجعوني. يبقى ايه بس لايك وكومنت برضو، الحاجات دي بتشجع اكتر برضو. ويا رب تكونوا بخير، وان شاء الله قولوا لي برضو افكار نعمل بيها فيديوز تانية ونبقى مبسوطين مع بعض ونكبر الشانل الحلوة بيكو دي. بجد مبسوطة بكل حد فيها بيعمل سبسكرايب، بجد 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 مبسوطة جدا جدا. ربنا يخلينا ونعمل ونتطور اكتر ونعمل فيديوز اكتر مع بعض. باي باي.